نسيبنا بقى من المنتخبات خالص، نخش بقى على عصب المنتخب. عصب المنتخب يعني اهلي وزمالك. يا جماعه احنا لو هنيجي نتكلم عن الدوري المصري، احنا بنتكلم عن دوري عباره عن صينيه شاي موجوده في تاريخ الاهلي وتاريخ الزمالك. المستحوذين على الدوري هم الاهلي والزمالك، فاحنا هنجيب اكتر فرقتين بالنسبه للمنتخبات هم الاهم، لان هم دول اللي بيمدوا مصر باللعيبه. احنا اصلا يعني طالما اتكلمنا على المنتخب ان هو وحش، فبديهيا الاهلي والزمالك هيبقوا وحشين. المنتخب هيبقى وحشين اللي هو الاهلي والزمالك قدام سان داونز. طب نيجي بقى للماتش التاني اللي لعبناه في افريقيا، فضيحه تامه. احنا خسرنا من سان داونز 5-2، 5 اهداف. يا جماعه طب انا هاجي اقول لك الاحصائيات. تعرف الاحصائيات بتاعت الماتش ايه؟ 5 شوطات للاهلي، 5 شوطات لسان داونز. 5 شوطات بتاعت سان داونز يا جماعه، ال5 في الجون، ال5 اون تارجت في الجون. انتوا متخيلين اللي احنا بنتكلم فيه؟ ال5 شوطات بتاعوا الاهلي ما ترجمش غير 2 منهم بس في الجون دوت. بقى لو هنيجي نتكلم عن كولر واللي قالوا ان انا محتاج مهاجم، انا محتاج مهاجم، يقول له لا عندك شادي وعندك اسمه دوت شريف وعندك اسمه دوت حسام حسن وديته اعاره لسموحه ومن احسن اللعيبه دلوقتي لما نيجي نتكلم عن جزء اللعيبه. ولما بنيجي نتكلم عن محمد شريف ضيع كورتين ومضيع انفراد، ولما نيجي نتكلم عن كهربا مضيع كرة قدام الجون ما تضيعش. لا طب نيجي نتكلم بقى على الجانب الثاني قدام سان داونز عندها لعيب مهاجم جامد قوي عند سان داونز. المهاجم دوت يا معلم هو مدخل جونين. طب المهاجم المهول اللي مدخل جونين دوت عامل كام؟ 3 مليون دولار. انت جبت حسين الشحات بكام؟ 3 مليون دولار. لما جبت حسين الشحات اللي 3 مليون دولار لقيته ان هو عمل لك ماتشات جامده جدا جدا في كاس العالم للانديه. عامل لك ماتش على ريال مدريد، ومن اكبر الخسارات اللي احنا خسرناها في ماتش ريال مدريد هو خروج حسين الشحات بقرار من المدرب، قرار غريب جدا. ده قرار غلط من المدرب. فانت لما هتيجي تتفرج على ان انت النادي الاهلي ضعيف، هو ضعيف جدا في افريقيا دلوقتي، هو مش عارف يعمل حاجه في افريقيا دلوقتي. احنا بنبدا نحط حسابات وبنبدا نحط حاجات ما كناش بنعملها قبل كده. احنا هنتكلم عن اللعيبه، واللعيبه اللي هم ما فيش حد فيهم كان حلو، ما فيش حد فيهم عمل اللي عليه، ما فيش حد فيهم كان مستوعب ان هو بيلعب في افريقيا وان هو بيلعب ضد فرقه تقيله وعلى ارضها، ان هو على الاقل يعمل اللي عليه بس ويبقى كويس. مفيش غير بريستاو، وبريستاو ما كانش النجم بتاع الفريق، لا فريق شال 5 ما بيبقاش فيه نجم، انما بريستاو ده كان احسن الوحشين. بصوا يا جماعه كتقييم بس عشان نبقى عارفين، اقل تقييم في لعيبه سان داونز هي 7.8. لما هنيجي نشوف بريستاو تقييمه 7.3. اعلى لعيبه عندك في التقييم اقل من اقل تقييم عندهم. انت متخيل؟ اقل تقييم عندهم 7.8، انت اعلى تقييم عندك 7.3. انت ما جيتش. اللعيبه كلها كانت وحشه، واوحش واحد فيهم الشناوي اللي هو اصلا ما ينفعش يحصل فيه كده. هو وكفايه بقى ان احنا خلاص بقى ان ده الشناوي وهنفضل نعظم فيه. لا الشناوي امبارح كان وحش قوي، وكان يعني حرفيا لو اي حد بيشوط كان ممكن يشوطها عادي. الشوطات اللي هو بيشوطها دي ايه ده واحد من بره ال 18 بيشوطها كده وبتيجي جول، ولعيب اصلا ما ينفعش، يعني واحد تعبان اصلا. يا جماعه عبد المنعم اللي كنا طايرين بيه، اليو ديانج اللي كنا طايرين بيه، حمدي فتحي اللي كنا طايرين بيه، الثلاث لعيبه دولت والشناوي اللي احنا طايرين بيه، الاربع لعيبه دولت العمود الفقري ده ما ينفعش يبقى في اسوأ حالاته. في اسوأ حالاته انت بتتفرج على فضيحه كرويه 5-2، والخمس تجوان السبب فيهم الاربع لعيبه دول، اليو ديانج، حمدي فتحي، عبد المنعم، الشناوي. عبد المنعم اي لعيب في سان داونز كان ممكن ياخده في ظهره ويخش انفراد على الشناوي، اللي هو عمرها ما كانت بتحصل. اللعيبه كلها مش مركزه وفي سوء تمركز ومفيش خطه بيلعبوا بيها، في تباعد كمان ملتزم بالخطه. يعني احنا مش هنقول ان كولر وحشه او حلو او وحش، مش هنتكلم عنه دلوقتي، لكن مفيش حد ملتزم بالخطه. ما سوء التمركز، اللعيبه مش تحس ان هي اصلا نازله تخسر. ما فيش حد عنده دم ان هو لا انا بلعب باسم الاهلي في افريقيا. معلش يا مصطفى، دلوقتي انت المدير الفني ده وظيفته ايه؟ المدير الفني ده وظيفته ان هو يوصلك للجون. انت كام مره وصلت للجون؟ وصلت للجون 5 مرات، دخلت منهم كام؟ 2. هو وصل للجون ووصل فرقته للجون 5 مرات، دخل منهم كام؟ 5. فهو عمل وظيفته، هو المدير الفني وصلك للجون. نزل قفشه في ظروف كويسه وكان بصراحه بيلعب كويس، فوصل كهربا بانفراد ضيعها، وصل شريف بانفرادين ضيعهم.
عمل اسمه دوت اوفرات في فاولات، ولا رامي ربيعه ولا عبد المنعم دخلوا منهم اجوان. ورامي ربيعه يا جماعه ده ما يلعبش كوره في النادي الاهلي ولا الدوري المصري اصلا، ده اخره الدوري الموزمبيقي مثلا ولا حاجه، ده مش لعيب كوره يا جماعه. ياسر ابراهيم ايه اللي انت عملته دوت؟ مره واحده لقيت لك لاعب بيقع على الارض ويقول لك انا مصاب طلعني. انت شايف نفسك ان المباراه اقوى منك، اطلب ان انت ما تنزلش من الاول، مع ان دوت ما بيحصلش لان المدرب حط خطه انت لازم تنزل. في فيديو انا وحضرتك بنتكلموا عنه، الاهلي في كاس العالم، الفيديو بتاع فلامينجو ما اتكلمنا حاجه، قلنا ان مفيش لعيب، اتكلمنا عن حاجتين والحاجتين دولت نتيجتهم بتحصل دلوقتي. واحد ان مفيش مهاجم كويس في النادي الاهلي، صح. وزي ما قلنا ولا شريف ولا بريستاو ولا يعني حسام حسن اللي كان ممكن ودته اعاره، تمام. فمفيش مهاجم في النادي الاهلي، وزي ما كولر بيقول يعني قبل ما كولر يجي اصلا احنا قايلين الكلام دوت، صح. مفيش مهاجم كويس في النادي الاهلي، على الاقل واحد الفينيش بتاعه عالي بس ما بيعملش حاجه غير ان هو يجيب اجوان. يعني على الاقل عايزين حد بوكس بس يبقى موجود في البوكس، مش تحركاته وبتاعه وما بيعملش حاجه. مش عاوزين حد ولا يدافع، مش عايزين مهاجم بيرجع يدافع، مش عايزين مهاجم بيتحرك بيبني اجل، لا احنا عايزينه بس بيخلص بس. صح. يعني ده احنا عندنا اللي هيوصله وعندنا اللي هيشيل الدنيا ورا، ما يشغلش بالك، بس على الاقل يعني لما وصلك لغايه الجون، لما وصلك لغايه الجون تدخل جون بس، لا اكتر ولا اقل. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه الشناوي اللي احنا خلاص بقى الشناوي ده الاخطبوط، وان هنفضل ندلل عليه بقى، وان هو هيفضل في الاهلي 30 سنه قدام، ومانشستر يونايتد كلمته والميلان كلمته ومش عارف مين كلمه، هو خلاص وهيلعب مع كريستيانو والنصر بتكلمه وبتفاوضه ومش عارف ايه وبتاع. هنفضل نعمل الكلام ده لغايه امتى يا جماعه؟ بص ان هو خلاص احسن جون جه في التاريخ في الدنيا، هيفضل اساسي، حتى لو هو مصاب هيفضل اساسي، حتى لو هو مش شايف هيفضل اساسي، حتى لو هو مش في فترته اللي هو فايق فيها هيفضل اساسي. وهنسيب بقى الدكه بتوع النادي الاهلي اللي هم احنا مش بنديهم حقهم ولا بنخليهم يا جماعه مثلا يعني حد ينافسه. يا جماعه النادي الاهلي ده نادي كبير يا جماعه، النادي دوت لازم يبقى ليه مش سكواد واحد، لازم يبقى ليه سكوادين. دي فرقه، دي النادي الاهلي ده فريق في افريقيا بينافس كل سنه على افريقيا، لازم يبقى فيه سكواد. وقلنا الكلام دوت 500 فيديو قبل كده، لازم يبقى فيه سكواد بيلعب الدوري والكاس بتوع مصر عشان نبقى ضامنينهم، حتى لو هو صينيه شاي وكاس لبن ما لهمش اي لازمه، بس نبقى ضامنينهم لان دي البطولات المحليه بتاعتك. واللعيبه تانية تلعب في كاس العالم للانديه وتلعب في افريقيا، بس تلعب على اللي هي تاخدها. يعني اللعيبه تبقى وحوش كلهم، اليو ديانج وكلهم بيرستاو، مش قصدي حاجه، لكن كلهم متعودين على الحاجات الافريقيه والاجواء الافريقيه ويقدروا يلعبوا. ما تجيش تقول بقى ايه لا دي اللعيبه كانت بتلعب الظهر، لا الرطوبه عاليه، لا مش عارف ايه. يا جماعه دي اللعيبه محترفه، اللعيبه ديت. يعني انت مثلا لما تجيب مثلا وتقول لي الساعه البيولوجيه ومش الساعه البيولوجيه وما عرفوش يناموا كويس، هو في ايه؟ ريال مدريد لما بتلعب في اي حته في العالم بتروح وتخسر وتروح وتكسب، هتيجي تقول لي انت بتقارن ريال مدريد بالاهلي؟ ريال مدريد ما خسرش 5 اصلا، البرازيلي ما خسرش 5 انت لا. وهتيجي تقول لي انت بتقارن ريال مدريد بالاهلي؟ ايوه يا عم، على فكره عدد بطولات الاهلي قرب جدا من ريال مدريد، ريال مدريد لسه فرق عنه ببطوله واحده بس. اي فريق في الدنيا مفيش لعيب بيفضل يلعب الماتشات كلها ويفضل اساسي، صح؟ مش هموته ليه؟ عشان بقى ايه، هو اللعيب ما يجيش في دماغه ان هو خلاص هيفضل اساسي على طول وان مفيش حد بينافسه في المركز ده. لا، في اي نادي في الدنيا بتلعب وحش، لا خلاص اقعد. لا وفي لعيبه والله بتبقى كويسه بس خلاص مجهودها استنفذ. هو ليه بيعمل كده في اللعيبه؟ عشان اللعيبه اللي يفضل يلعب على طول اساسي الماتش وخلاص المركز ده بتاعه بيحس كده لا ان هو خلاص بقى ان هو تقيل بقى، ان هو نجم في الفرقه مهما حصل مش هطلع، فمهما عملت انا خلاص اساسي كده. مفيش نادي في الدنيا كده هو غير الاهلي الشناوي، لا الشناوي هيفضل على يلعب على طول، مش هندي فرصه لاي حد لعيب صغير ان هو يقف ويبقى ليه ثقه كده هو ان هو يصد. لا الشناوي هيفضل على طول، فالشناوي في دماغه ايه بقى؟ لا خلاص انا نجم وانا هقعد العب على طول ومفيش حد هيعرف يمشيني. كام سنه مهما عملت انا اساسي. كام سنه مصطفى في الانتقالات بنقول يا جماعه هم خلاص بيدوروا على حارس ضد الشناوي والحارس دوت هينافس ومش عارف ايه وبتاع. اتكلمنا عن بسام بتاع طلائع الجيش اللي طلعنا بضربات الجزاء قبل كده من الكاس، واتكلمنا عن الهادي سليمان، واتكلمنا على مش عارف مين، كام حارس مرمى اتكلمنا عليهم في الاخر الصفقه لم تتم، مش عارف ايه. وعلي لطفي برضه، علي لطفي ده برضه وحش من الوحوش يا جماعه، ما تستقلهوش وما تقولش عليه شاب وما تقولش عليه مش عارف ايه. كويس ولازم تديله الثقه. يعني في الفتره اللي كان الشناوي كان مصاب فيها ما اعرفش كان شايل وكان بيلعب، لعبه يا عم في الدوري. الشناوي يجي اللي يحصل خلاص حبه وده حبه هيبقى بينافس فتره الاثنين بيفوقوا جامدين،
فاكر في الفتره اللي هي بتاعت الزمالك لما كان موجود احمد الشناوي واسمه دوت وجنش، وكان بيلعب ده شويه وده شويه، وده كان ليه بطوله الكاس وده كان ليه بطوله افريقيا. لازم برضو تحدد المستوى وتحدد معاه. يعني انت دلوقتي واحد شبه زي ما بيقول هو كده الحارس الثاني بتاع الاهلي، اجي اللي انا اجيبه في العقد بتاعك يا ابني انت هتلعب لي الدوري وهتلعب لي الكاس، تمام يابا تمام خلاص دوت اساسي في الدوري في الكاس. هتيجي تمسك الشناوي انت هتلعب لي افريقيا وهتلعب لي بعض الماتشات في الدوري. طب ايه اللي هيحصل لو الشناوي اتصاب جامد؟ مش هيبقى عندك حلول. هتنزل دكته. طب والكده هيعمل ايه؟ مش بيلعب. لما تلاقيه دخل فيه 7 بقى ولا 8 مش هتيجي تعاتب عليه، معلش انا ما بلعبش اعمل لك ايه؟ انت ما اديتوش الثقه اللي تخليه يلعب دوري مصر على الاقل. الشناوي مش لعب ماتشات كتير، ريحه الماتش اللي الجاي ده في الدوري ونزل عليه معلش. مع احترامنا لكل الفرق، يعني مع احترامنا لكل الفرق، ماتش مثلا شبه مثلا كهربة بني سويف مثلا في الدوري، ولا ماتش اي ماتش الاتحاد مثلا هو واقع دلوقتي، ماتش المصري، ماتش الاسماعيلي، فرق كبيره بس دلوقتي نسبيا هي مش قويه. النادي هتلاقي لعيبه تلعب، اللعيبه بتاعته تحس ان المركز بتاعها فيه خطر. يعني ايه؟ يعني مش معنى ان انا حلو في الدفاع ان انا هفضل طول عمري العب في الدفاع في الاهلي ومحدش هيمشيني، لا. احس كده لا، ان انا لو حلو العب، لو وحش اقعد دكه على طول. لو وحش قوي مع السلامه. صح. مفيش حاجه اسمها انا بلعب في الاهلي، مفيش حاجه اسمها اللي هو لا انا خلاص هفضل انا وحش حلو وانا هفضل انا احس ان انا خلاص انا تقيل في النادي ومحدش يعرف ايه. مفيش حد شبهي، مفيش مدرب هيجي يقول لي اقعد دكه. ما هو مفيش غيره. ما هو معلش مع احترامي بس هو مفيش غيره. ماشي. ما برضه انا دلوقتي لما زمان لما جينا نتكلم في الموضوع دوت لقينا ايه ده اكرم موجود عندنا ومحمد هاني والاثنين بيخبطوا في بعض، ده يعلى شويه وده يوطى شويه وده يعلى شويه وده يوطى شويه، وكان في تنافسيه. كان عندك 2 باك رايت من احسن 2 باكات رايت في الموجودين في الدوري المصري كله، وعمل محمد هاني كان ساعتها عمل كاس عالم مفيش شبهه. الفتره اللي قبلها بقى محمد هاني لما اتصاب ايه اللي حصل؟ مفيش. اكرم اللي قعد كان نزل بقى من خط النص لعب باك رايت ادى بعد وشفناه كان عامل ازاي. ايه اللي حصل بعد ما محمد هاني رجع؟ بقى رجع اقوى ولعب كاس العالم وكان من احسن اللعيبه في كاس العالم. هو يلعبوا. ايوه ولعب. ده لعب على مين؟ لعب على كومان ولعب على جنابري ولعب على الفونسو ديفيز ولعب على ناس تقيله. دلوقتي محمد هاني لو تبص عليه على الماتش بتاع سان داونز مفيش. انت بتتكلم مفيش لاعب اصلا. نفسه على مركزه ده عادي بقى. انا خلاص انا نجم وهفضل نجم. انا موجود. انا هفضل اساسي. كريم فؤاد برضو لما جاب يصارع مع بيرسي تاو على مركز اسمه ده الوينج اليمين، لقينا بيرسي تاو ايه؟ بدا يبقى اون فاير. كريم فؤاد لعيب. اول امبارح الماتش بتاع سان داون ده احسن من الماتش اللي هو لعبها من ساعه ما جه النادي الاهلي. حقيقه ده احسن ماتش لعبه من ساعه ما جه النادي. بيلعب بغل، ما هو كان بيلعب مع سان داونز. يعني واحد في الظروف ديت بيلعب فرقه اللي هو كان بيلعب فيها الساعه 3 على ارضها في وسط جماهيرها. يعني فرقه اصلا تعمل حفله قبل الماتش عشان تدخل اللعيبه مجانا، تدخل الجمهور مجانا، تعمل فيك كده اهوت. ايوه يا عم، هم عاملين قصه عشان يكسبوك، انت بقى كنت تحرق دمهم وتكسبهم. يعني في عوامل ضدك، لكن في الاول وفي الاخر انت لعيب محترف، لعيب طالع من دوري المفروض ان هو دوري فيه شركات وفيه تنظيم وفيه فلوس وفيه حقوق بس وفيه فين بقى ساوند افريقيا اللي فيها كل ده؟ مهما هم عملوا الاهلي احسن منهم. ايوه هم عملوا الاهلي احسن منهم، امكانيات ولاعيبه وفلوس كل ده احسن منهم. اكسبهم يا عم فرق جون واحد يا عم، اكسبهم عباطه بس اكسبهم، اتعادل معاهم يا عم ويلعب حلو واتعادل معاهم. وبرده عشان نقول حق برده كولر ما عملش كل حاجه صح في الماتش. واحد مدرب عنده 35 سنه تفوق عليه خططيا، والله تفوق عليه خططيا جدا. هنيجي بقى السنه الجايه ايه اللي هيحصل؟ هنمشي كولر ونجيب الولد اللي عنده 35 سنه دوت يمسك الاهلي يدينا 2 دوري ابطال افريقيا ونخسر في الثالث، نروحوا ماشيينه ونجيب واحد تاني وتفضل اللفه بتلف بعض. نيجي بقى على المفروض ان هو يرفع المعنويات، ونيجي على اللي احنا بنبني عليه كل الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه في الفيديوهات اللي فاتت دوت، المنتخب المصري الاول. لو انتم مش عارفين فاحنا هنحب ان احنا نقول لكم ان منتخب مصر عنده ماتش يوم 24/3. اظن ان انت اتفاجئت طبعا زي ما اتفاجئنا في ماتشات اللي تحت 20 سنه وماتشات اللي تحت 23 سنه. ماتش برده تحت 23 سنه عشان تبقوا فاهمين يوم 23/3. مفيش طبعا اعلام ومفيش الدنيا ديت، واحنا اتكلمنا في الموضوع دوت في الجزء الفساد والجزء القرف دوت. بس احنا لو هنيجي نتكلم عن منتخب مصر دلوقتي في زفت في الزمالك وفي زفت في الاهلي، هم المفروض العصب بتاع المنتخب. هنعمل ايه؟ هنجيب مين؟ فاحنا يا جماعه على الاقل يعني طالما شايفين الاهلي والزمالك بايظين، فاحنا بديهيا
المنتخب يبقى كذلك. بس احنا شايفين المنتخبات العربيه عملت ايه طبعا في الشهور الاخيره، والمنتخبات العربيه اللي هم اصلا المفروض ان احنا احسن ناس فيهم الى حد ما يعني عملوا ايه، فاحنا على الاقل المفروض نبقى شبههم. وزي ما شفنا طبعا المغرب والشرف اللي هي قدمته لنا في كاس العالم. ف واخر ماتش اللي على المنتخب لعبه لما كنا بنلعبه وديا مع بلجيكا، شفنا الاداء الكويس الى حد ما تمام. فاحنا لازم نتنبئ ان الفتره الجايه دي هتبقى كويسه بالنسبه للمنتخب وبالنسبه للري فيتوريا. فاحنا لما هنيجي نتكلم ان الزمالك والاهلي مش هيبقوا موجودين في اللائحه بتاعه بتاعه المنتخب، او هيبقوا موجودين بس بنسبه ضئيله. ايه اللعيبه اللي ممكن تعوضهم؟ معانا مثلا لعيب شبه حسام حسن اللي كان موجود في النادي الاهلي وعار لنادي سموحه. بعد اذنك بس عايز ثواني في جول الاهلي والزمالك طالما بتتكلم عن المنتخب يبقى طبيعي جدا تاخد اللعيبه من الاهلي والزمالك. يعني احنا ممكن عادي جدا ناخد المحترفين والاهلي والزمالك بس كده احنا عملنا منتخب. عملنا منتخب عشان اللعيبه اصلا الحلوين كلهم في الاهلي والزمالك تقريبا تمام. بس في لعيبه مش قادره تحقق اعلاميا الى حد ما وبتقدم اداء حلو ومجتهده، فاحنا عملنا اساميها دلوقتي. عندنا اول لعيب حسام حسن من معار من النادي الاهلي لنادي سموحه. دوت لعيب انفجر مع نادي سموحه اجوان وبرده بضربات جزاء وفاولات، ولعب ماتش حلو جدا اصلا ضد النادي الاهلي وتقريبا دخل فيهم جون، ولعيب مهول ومن هدافين الدوري واحسن من محمد شريف طبعا. يعني بالنسبه للمستوى بتاع دلوقتي فهو احسن من محمد شريف. بس احنا بنسميه محمد شريف طبعا عشان هو بيجيب جوان في الزمالك بس. وعشان في النادي الاهلي وبيجيب جوان في الزمالك، فهو كده نجم واحنا لازم نفضل نطبله ونخليه جامد وناخده معانا. ناخده بقى التاني على طول ناصر ماهر كان برضو في النادي الاهلي وراح فيوتشر، برضو متألق مع فيوتشر وعامل لمسات جميله جدا وصنع جولين مع فيوتشر وبيلعب كويس جدا. وناصر ماهر اصلا خامه كويسه جدا 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 وكانت مكبوته في الاهلي. فلو هنيجي نتكلم هناخد مكانه مين؟ ناخد ناصر ماهر؟ لا طبعا هناخد قفشه عشان قفشه موجود في الاهلي والقاضي محسن ومش عارف ايه وبتاع ويلا بينا وناخده معانا في منتخب مصر. مع ان قفشه احسن من يعني عارف الخرب احنا ممكن نخليه نجم عنه اللي هو بيعمله ده. وطبعا نتكلم عن الشناوي في المنتخب، الشناوي عمل كده مع الاهلي فاحنا ممكن نشتمه بس، انما لو عمل كده مع المنتخب فاحنا مش هنشتمه بس فاحنا هنعمل اكتر من كده كتير. فعلى الاقل خالص يعني نجيب واحد يبقى دكه ليه عشان يخليه يحس لا انا المركز دوت في خطر، انا ممكن اعمل اللي عليا وافوق اكتر ليه عشان محدش يجي ياخد المركز ده. فمين مكانه في الماليوس؟ في احنا اعلى حاجه احنا عندنا في حراسه المرمى عندنا لعيبه ياما. عندنا كذا واحد كويسين. عندنا عواد اللي بيخليه يبدل مع الشناوي عواد في الزمالك تمام ده حلو. وجنش احنا شايفين جنش طبعا في بطوله افريقيا كان عامل ايه اخر فتره. وجابوسكي جاباسكي كان عامل شغل جامد جدا. بس احنا لو هنتكلم بره الاهلي والزمالك فعندنا بقى ايه؟ مالي سليمان كويس جدا، وانا من الناس اصلا اللي كنت شايفه من زمان كنت شايفه لاعب حلو وبينافس وكان معروض عليه النادي الاهلي قبل كده والدنيا اتفشكلت. وعنده المقومات اللي تخليه حارس مرمى حلو طول وعرض واندفاعيه كده وسرعه في الرد الفعلي فهو كويس. فاحنا ممكن نديه الثقه اكتر ونخليه يجي المنتخب. بس احنا هناخد مين؟ الشناوي وجاباسكي عشان بيلعب في الاهلي جاباسكي. بس جاباسكي دلوقتي بيلعب في فيوتشر فممكن ما ناخدوش. ممكن ناخد مين؟ عواد الزمالك بس كده.